يعني تاخد الساعه بتاعتي، تاخد يعني ناخد اشتراك طبعا عشان احنا بنحب ديمون سلاير، تاخد منا فلوس، طب نتبرع لك. كذا خبر انمي ظهروا قدامي ورا بعض حرقوا دمي، فقلت ليه احرق دمي لوحدي؟ ما انا ممكن احرق دمي معاكم ونشوف ايه الاخبار اللي تحرق الدم دي. بانكاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي دينا، بقدم محتوى انمي. لو اول مره تشوفني كمل الفيديو للاخر، لو عجبك دوس لايك، دوس سبسكرايب، وفعل زر الجرس. بصراحه انا مش متعوده اعمل فيديو اخبار طويل، ولكن بجد ظهر كذا خبر مستفز، حسيت ان هو لا انا مش هعرف اعملهم في كذا فيديو قليل، انا عايزه اتكلم بقى فيهم يعني براحتي. اول خبر معانا، كنت قاعده في امان الله والناس كلها عماله تقول لك التريلر بتاع فيلم ديمون سلاير نازل يا جماعه افرحوا، منتظره ومتحمسه. يقول لك قال ايه؟ التريلر ده مش هينزل كده عادي، ده هينزل في السينما. قمة الاستفزاز وحرقة الدم، حلب فلوس، عايزين يدوروا على اي طريقه يجيبوا منها فلوس، حقهم، انا مش هقول حاجه، بس يعني بدل ما انت يعني احنا سكتنا ان انت بدل ما تعمل ارك محترم اسمه ارك القاعه اللانهائيه، قلت لي لا انا هعمل افلام ومش فيلم واحد، دول 3 ليه؟ عشان فلوس، عايز فلوس. حطينا الجزمه في بقنا وسكتنا وقلنا ماشي مش مشكله. تقوم قال لك ايه بقى؟ انا كمان التريلر بتاع الفيلم مش هنزله عادي كده زي اي مخلوق، لا ده انا هنزله في السينما، تشوفه في السينما وتدفع وانت بتشوفه. اي اعمال ناجحه سكويد جيم او غيره بينزلوا التريلر عادي في النت. الاستوديو بتاع ديمون سلاير لا، ادفع شخلل عشان تعدي. تقريبا هيعرضوا الفيلم تاني بتاع القطار، وبعد ما الفيلم يخلص انت هتشوف التريلر. فطبعا انت كواحد عمر يعني حفظت ارك القطار ده وشفته في الانمي وشفته في السينما، ايه اللي هيدخلك تاني؟ لا هتدخل عشان تشوف التريلر. لو انت بقى عايز مهتم هتدخل عشان تشوف التريلر في السينما. الجدير بالذكر ان فيلم ديمون سلاير قلعة النهائية اول فيلم منهم هينزل يوم 18 يوليو في سينمات اليابان. طبعا عندنا احنا بقى ان شاء الله هيبقى في شهر 9 في كل السينمات العربيه، هيبقى 11 سبتمبر تقريبا عندنا. الخبر التاني يا سيدي بيقول لك واحد من اهم اللاعبين، اللي هو واحد مصنف يكون الافضل عالميا بعد ميسي، ناس كتير بتقول ان هو موهبه كبيره، وانا بصراحه شايفه ان هو لاعب حلو، اسمه لامين يامال. تمام، ده غير الصوره بتاعه الانستجرام بتاعته لجوجو سوبر ساين. فطبعا ان انا بحب جدا الاخبار دي جدا، لان دايما بحس ان هو لما تكون نجوم كبيره في العالم، ممثلين او لاعبين كوره، فيغيروا بقى الصور او هما يبين ان هما بيتابعوا انمي، فما نحسش ان احنا ناس متوحده عبيطه بتتفرج على كرتون. لما حد يقول لك يا عم ده كرتون، طب ما اشوف مين اللي حاطط ايه. زي برضو لما في ماتش في السعوديه، انا مش متذكره كان ماتش ايه، عملوا الجمهور بتاعته عملوا التيفو والدخله بتاعه الجمهور سولو ليفلينج وارايس وبتاع، وكانت حاجه معموله بفخامه جدا جدا، ومش اول مره تتعمل في ملاعب كره القدم حاجات ودخلات وتيفوز عن الانمي، وده حاجه انا بحبها جدا جدا. كل ما بلاقي نجم مشهور كبير بيحط بقى صوره او كده دايما بفرح، عشان مش عايزه احس ان احنا لوحدنا يعني. طب هتقولي يا دينا هو ايه اللي حرق دمك؟ حرق دمي ان انا ما بحبش، مش هقول مش بحب، بس انا مدريديه، فلا انا مش يعني اوكي ما تغيب، انت ما بتعملش حاجه، انا اتحرقت دمي بقى. انت دلوقتي انت بتحب الانمي، بس انا اتحرق دمي من جواه عشان انا مدريد، سوري معلش. الخبر الثالث اللي معانا، مش هنشوف سولو ليفلينج غير بعد 3 أو 4 سنين. على الرغم ان انا مش بيك فان لسولو ليفلينج والناس كلها عارفه ان في مشاكل بينا، ولكن 3 سنين و4 سنين عشان اشوف الجزء اللي بعديه؟ لا ما تقوليش كده. بغض النظر انا بقول لكم يا جماعه، يمكن انا ما بحبش سولو ليفلينج او السولو ليفلينج مش من الانميات المفضله عندي، ولكن انا هتفرج عليه لما ينزل، لان هو رسمه حلو، قصه جميله، مش عارفه ايه، انا احبه او ما احبوش ده مجرد ذوق. ولكن 3 4 سنين سالوا الاستوديو او المسؤولين على الاستوديو ايه وان بيكتشر، يا جماعه انتوا هتعملوه امتى؟ قالوا لك ان احنا عملنا مجهود كبير قوي في السيزون اللي فات ومش عارفه ايه، فاحنا عايزين ناخد وقت عقبال ما نشم نفسنا وكده. الناس بدات تضغط عليهم، يا جماعه لا كتير قوي 3 4 سنين، طب اعملوا فيلم، طب اعملوا سيزون تاني. الرد كان بيقول ان احنا عايزين نشتغل على اعمال اخرى. انا بقى يعني ايه الاعمال اللي انت تشتغل عليها اهم من سولو ليفلينج يا اي 1 بيكتشرز؟ يعني انا مش فاكره لكم اصلا اي اعمال دلوقتي شغاله مهمه. مثلا نفس الكلام برضو بينطبق على جوجوتسو كايسن، ان احنا لغايه دلوقتي مش محدد لينا هينزل امتى السيزون الجديد. هم قالوا في فيلم في شهر 5 هينزل ريكاب وهنجمع الاحداث ونحلب فلوس من الناس عادي جدا، ولكن ما قالوش الارك بتاع اللي هو هيبقى هيحصل فيه الكلام، اسمه ارك الاعدام تقريبا. فالانميين من اكتر الانميات اللي الناس اتعلقت بيهم عالميا لغايه دلوقتي مصيرهم مجهول.
الخبر اللي بعد كده تأجيل حلقة وان بيس ال 1129 تقريبا، يعني تقريبا الأسبوع الجاي مش هيبقى فيه حلقة لوان بيس يوم الأحد. طبعا ده خبر حزين جدا جدا لفانز وان بيس اللي أنا لسه مش منهم، لأن لسه ما شفتش الأنمي لغاية دلوقتي، وطبعا ده حاجة محزنة بالنسبة لي، ولكن أتمنى إن أنا أتضايق. أنا اتضايقت أصلا، شفت أي تأجيل حلقات بتضايق جدا. ده غير إن في تأجيل كمان لمانجا وان بيس، أودا تدخل أو حاجة زي كده إن هو عايز يأجل شوية الفصول اللي نازلة من المانجا، ففي تأجيل من كل حتة لوان بيس. ونفس الكلام تأجيل الحلقة رقم 19 من أنمي الصيدلانية، ده أنمي أنا تابعاه شخصيا. قال لك في برنامج مكان في وقت الصيدلانية هيجي، فاحنا مش هينفع نذيع الحلقة رقم 19 وهنأجلها للأسبوع الجاي. المشكلة إن احنا في خضم دلوقتي أحداث كويسة جدا من الصيدلانية، أسبوع تقيل. واحد من الأخبار اللي حرقت دمي جدا، ولكن الحمد لله اتأكدت من صحته وطلعش حقيقي، بس هو أنا لسه محروق دمي، إن مانجا هانتر اتنقلت من الحاجات اللي هي شغالة، المانجات اللي هي مستمرة، إلى المانجا اللي تم توقيفها أو المانجا اللي مش شغالة، مش عارفة في إيه. قريت الخبر اتجننت. يعني أنا بصوا، دايما توجاشي أنا بحاول أدافع عنه لأنه هو مريض ودايما يقولك أنا هراجع، فيرسم لنا مثلا حواجب جون وينام 5 شهور بعديها، وهو فعلا متوقف لغاية دلوقتي 4 شهور. 4 شهور، وبيقول لك تصريحات، مرة أخوه بيقول إن هو مش هيقدر يكمل، مرة مش عارفة يقول إيه، ولكن طلع نفي بيقول المانجا هو شغال عليها. لغاية دلوقتي مفيش أي أخبار من شهر 4. كل اللي نعرفه آخر أخبار عرفناها إن هو حط كذا نهاية لهانمي هانتر عشان لو بعد الشر حصل له حاجة هما يتصرفوا. أنا عارفة طبعا المرض، في ناس برضو بتقول إن هو بيحاول يتاجر بالموضوع ده، أنا مش هدخل في نفوس الناس، ولكن أنا شايفة إن هو مريض. بس لو أنت مريض يا اسطى اقعد نام كده في السرير، اشرب شوربه باللحمه، وقول لي جنبك هنعمل كذا كذا، هم يرسموا. فهات حد بيعرف يرسم وقول له القصه هتحصل كذا كذا، وذهب جون الى كورابيكا، نظبط الدنيا، عشان في فانز خللوا. لأول مرة تقريبا بعمل نوعية الفيديوهات دي عندي في القناة. لو عجبتكم نوصل الفيديو ده ل1500 لايك، أو اكتبوا لي في الكومنتات يا دينا عايزين، أو هسيب لكم مثلا كومنت مثبت تعملوا عليه لايكات عشان أعرف بس هل نكمل في الموضوع ده. ممكن بقى الأخبار تبقى حلوة، يعني مش لازم أخبار تحرق الدم، هاتلنا أخبار عدلة بقى، هاتلنا عودة أنميات، هاتلنا أنميات جديدة، يعني عايزين أخبار لطيفة، فهحاول إن أنا أنوع في الأخبار دي لو عجبتكم هذه النوعية من الفيديوهات. ولو مكمل معايا لغايه دلوقتي هسألك سؤال واحد بس، هل عملت لايك؟ هل عملت سبسكرايب؟ ما تنساش عشان احنا عندنا الحمد لله طريق طويل لغايه ال100,000، فأرجوكوا خليكم معايا وما تنسوش بس الحاجات اللي بقولكوا عليها. وشكرا، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي.